شكرا للزميل ايمن جاده. تحيه طيبه مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي اس بوس في هذا الموعد الجديد مع مباريات كاس العالم فيفا قطر 2022. المغربي في اول هربه وفي اول انطلاقه العرضيه، ولكن تيبو كورتوا بعد ذلك يثري المجموعات بالمجموعه طبعا التي يتواجد فيها الكروات، اضافه الى منتخب كندا الذي ارسل المسانده بعد ذلك في متابعه عمليه من طرف حكيمي زياش. يرفع الكره زياش ولكن الدفاع فيرتونغن في تشكيله المنتخب البلجيكي. ينطلق سايس، يلا يا سايس، العرضيه يا سايس، ولكن هناك متابعه من باتيل. الاعتماد على تورغان هازار على الجهه اليسرى مع شقيق ويدين هازار. هذه الكره البين يا بونو، اخرج يا بونو. وصعب هذه الكره، وصعب هذه الكره. اول انذار ياتي من باتشواي، تمشي مباشره الى الركن. لاعبان مختصين في الضربات الراسيه. بونو كذلك في الكرات العاليه الراسيه خطيره، الراسيه وبعد ذلك فيها ركنيه ثانيه. البحث دائما على باتشواي في القائم الاول، لكن هنا بالراس تاتي ركنيه من جديد لفائده المنتخب. راقب وضعيتك يا زياش، راقب وضعيتك يا زياش. المسانده من مرابط حذاري من التسديد. يوسف انصاري، برافو برافو يوناحي. يلا يا أناحي، انسينا ما حصل في المباراه الاولى. عندك الكره الان يا أناحي، سيرفع داخل منطقه الجزاء. نعم داخل المنطقه، ولكن الدفاع يتدخل كراس حرب. ايضا 4-1 عندما تكون الكره للمنافس. دي بروين يحاول المرور وفيها صافره. هذه الاخطاء اللي تكون خطيره جدا على مرمى ياسين بونو على مشارف منطقه. هذه الضربه الحره الجانبيه. دي بروين اذا لازلنا في الانتظار. هنا الكره ترفع في نهايه المطاف الراسيه، ولا زال على الجهه اليسرى. سترفع داخل منطقه الجزاء ام لا؟ امكانيه التسديد، مرفوع الكره. سايس في نهايه المطاف، سايس في نهايه المطاف. ولدينا ركن. كميه صعبه ديال الدقائق. الكره والراسيه نعم تخرج جانبيه. هنا الكره الاماميه. باتشواي وسط عليه. الكل يترقب هذه الكره الصعبه على مرمى منير المحمدي. تلعب هذه الكره. هازار يحضر التسديده. جدار مغربي، والكره تخرج مليا. دي بروين كالعاده مع هازار. مرفوعه ديال الكره. محمدي حذاري المحمدي. هنا الكره من اونانا بالراس، ولكن علت المرمى مباشره تخرج اوت. رائع. بعد ذلك حذاري من التمريرات الخاطئه. وصلت الكره في الجهه اليمنى. ماذا تفعل يا حكيمي؟ ارنا ابداعاتك، ارنا انسلالاتك. لم نشاهد بوفال الحقيقي في مباراه كرواتيا. يمكن التبرير هو انه يحاول يمر 1 ضد 1. يا سلام يا زياش، ولكن طالت مباشره. حكيمي في وسط الميدان. تمشي الى طوليه اماميه، تغيير كلي على الجهه اليسرى. وكان التسديد. شوط كره هنا البينيه، وحده دين ممتازه. حكيمي في عمليه الاختراق. وصلت من جديد، فيها امكانيه تسديده. التسديده الاولى يا زياش، الومضه الاولى يا زياش، اليسرى. يلعب منير المحمدي بعد المباراه الاولى لياسين بونو في خطا، وبالتالي ضربه حره مغربيه. نشاهد الاعلام العربيه كذلك في المدرجات. انطلاقه من سليم ملاح العرضيه، ولكن بعيده على الانصاري. بيس يلعب على الطرف الايمن. حكيمي في عمليه الصعود، يلعب في ظل المدافع في وضعيه التسلل. يقول الحكم حتى الان على مستوى الانتشار والوقوف في ارضيه الميدان. ولاحظ معي الصوره دائما تتكرر. 4-1. يلا يا سفيان، ينطلق بوفال في عمليه المرور، ومرفوع الكره وبالراس وخطيره. ممتاز هذه الهجمه. بوفال في الكنترول، وبوفال في المراوغه، وبوفال في التحضير على مستوى القائمه الثاني. ولكن بعيده تماما. بدا يتحسن الاداء المغربي في الشق الهجومي. مشاهدينا الكرام، سفيان بوفال في دفع واضح. نعم في دفع واضح، وستكون بطاقة تقريبا ب 35 متر أو 30 متر تقريبا. صعب أنه يسدد من هذه الوضعية. سيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء. نعم كرة مرفوعة ممتازة، لكن تأخر انصيري. هنا سبرينت انصيري لم يحضر في كرة ذكية من اللاعب. قد تقطع في أي لحظة. باتشواي رجعت مرة أخرى مغربية. أناحي في خطأ يقول الحكم، في مخالفة لفائدة المنتخب البلجيكي. مشاهد مهارة في مرور، هذه صعبة. ما يمرش دي بروين. مرر الكرة لمونير محمدي.
لمتابعة هذه الكرة. نعم شوف هنا الفراغ الذي توري، يعرفون المرابط، لو يخطأ في الكرة هنا ممكن تتحول إلى هجمة انطلاقة من الجهة اليمنى. الهربة الآن، الهربة والانسلال، يا حكيمي يا حكيمي، كنت أنتظر بأنك ستمرر يا حكيمي. هنا الاستلام في دار المدافع، هنا الاستلام سدد حتى لو حاول. كرة وصيلة من دي برويني، ينطلق لاعب دي برويني، حذر من دي برويني، يا دي برويني يا دي برويني، هذا ما كان يبحث عنه، التسديد من خارج منطقة الجزاء، لكن العودة كانت رائعة، والعودة كحل أطول قامة في تشكيلة المنتخب البلجيكي. هذا وأونانا يراقب أجرد، نايف أجرد، أرجوك تابع أونانا، خطير هذا اللاعب. ترفع دي كرة عندك المحمدي، شوف الأخطاء، برابط، يلا يا مرابط، هنا لم يتجاوب مع كما ينبغي، قطع الكرة وانطلاق في المرتدين وفي مساحات كثيرة هنا في الدار. إذا ستلعب هذه الركنية، أعول عليك كثيرا يا منير يا المحمدي في هكذا الكرات العالية. إذا مونيer مرت عالية، سلامات، شعت إلى أزار، يتقدم أزار، دي برويني بلمسة واحدة، وأنا وصلت لي أونانا في العمق، باتشواي في التسلل، وين رايح؟ الراية مرفوعة يا باتشواي، وبالتالي رغم أنه كل المعطيات تقول بأن لوكاكو لن يكون ممتاز انصيري في عملية الضغط على أزار، وصلت لمونيer، حذاري، حسن الحظ هنا مرة أخرى، باتشواي ما يسددش، هنا سيسمن أبعد الكرة، حكيمي في خطأ في الثلث الأخير، غير موجود دي برويني إلا في كرة أو كرتين. وصلت الكرة ناحية لاعب مونيer ومزراوي، برافو، امشي يا زياش، تقدم يا زياش، عندك بوفال يا زياش، لحسن الحظ الحكم أعلن عن ضربة حرة، جابها بذكاء زياش، يلا يا حكيم يا زياش، حكيم، هل تدور الحكمة الآن؟ زياش، هل تظهر الآن صورة المنتخب المغربي؟ الشباك تناديك يا زياش، جول، الله أكبر، فعلان صوت، زياش يا حبة المشماش، يا سلام على نوسون، فعلوها الرجال، سجلوا في مرمى تيبو كورتوا. 1-0، المنتخب المغربي كسر جدار البلجيكيين، كسر الجبال، هذه الصورة، هذه الإعادة، هذه الكرة، زياش بوم في الشباك، 1-0، الأسود يتقدمون، المغاربة يتقدمون، زياش قادر يسجل. ماذا هناك؟ تشيك جول، لا، وين التسلل المكسيكي مشاهدينا الكرام؟ لا، يرفض الهدف في هذه اللحظات، فيها التسلل، مع الأسف الحكم يرفض الهدف في هذه الأثناء. المكسيكي يعلن عن نهاية الشوط المباراتي الأول بالتعادل السلبي. كنا نعم نتفاعل ونتجاوب مع الهدف، ولكن الحكم رفضه بداعي هنا وضعية التسلل. سيكون هناك نقاش كبير حميلة جدا هنا في قطر، واحد من الملاعب المميزة التي تستضيف نهائيات كأس العالم في مجموعة سادسة، يتواجد فيها الممثل العربي الآخر المنتخب المغربي في مواجهته لبلجيكا في ثاني جولات دوري مجموعات أمام المنتخب الكبير كبلجيكا. مرفوع الكرة
التغطية الدفاعية. هنا وصلت لمرابط في عملية الضغط، محاولة استرجاع الكرة، وصلت لزياش. زياش وسط 3 لاعبين. الحكم ماذا يقول؟ هل كان في تدخل قبل ذلك؟ عموما ذلك يبحث عن التمرير، بالفعل تمريرة. يلا شوت الكرة يا زياش، هذه كورتك يا زياش، هذه كورتك يا زياش. زياش يا زياش وزياش. ممتاز يا زياش، معلش زياش في المرور. زياش يفتح هداري من النقلة هنا على السريع، الكرة الأمامية، ولكن أقرب إليها منير المحمدي. بعد ذلك تصل بعد ذلك على الجهة اليمنى، حذاري من 1 ضد 1، حذاري من المرور، وازار مر، ازار سدد. برافو برافو المحمدي، برافو المحمدي في اول اختبار مع بدايه الشوط المباراه الثاني. هنا اليمينيه والتموضع كان ممتاز من منير المحمدي الى الركنيه اولى لمنتخب التنفيذ. الكره ترفع بالراس لكن مرت عاليه دون خطوره على مرمى الحارس منير. على الخروج بالكره، عمليه وحده ممتازه ممتازه. امشي يا مرابط، امشي يا مرابط، سير يا مرابط. عندك زياش، عندك زياش وفيتسيل. الفيل لعناصر المنتخب البلجيكي. هذه صعبه، هذه صعبه. يا سلام، يا لروعه التدخل من المزراوي. شوف هنا مار دي بروين يلعب اليسار، الجهه اليسرى عندهم اللاعب تورغان ازار، تورغان والمرابط. عندك المحمدي سالا. بعد ذلك بوفال وصلت بعد ذلك لمزراوي. بوفال مره اخرى، بوفال يبحث عن المرور. لا زالت مغربيه، لا زالت مغربيه. يعني الحل يغير. برافو 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 برافو. النظره، اللمحه، التمريره. بوفال في الاستلام، بوفال في الدخول، بوفال وجول. على التسديده الماضيه، المهاره، الابداع، المرور، كل شيء كان جميلا. هنا مباشره بالراس. لا زالت مغربيه، لا زالت مغربيه. فيها ابعاد، فيها ابعاد مره اخرى. دي بروين، يا سلام على الافتكاك، يا سلام على الجرينتا، يا سلام على العزيمه، الكنترول. انسيري، هذه السيمفونيه الرائعه المعزوفه المغربيه في الاراضي القطريه. امل لاحظها، تسديده ومباشره الى ضربه مرمى. مزراوي اللي جرب حظه، مزراوي جرب حظه. احلى كره يقدمها المدرب، مهمه في الوقت الصحيح وفي المكان الصحيح. هنا الكره صعبه، حكيمي خرج بالكره فيها وضعيه تسلل، رغم ولو لم يكن تسلل، لكن هذه تحسب لحمق بهذه الكيفيه. بوفال لا زال يحتفظ بها. رائع بوفال. من يتابع لاش، تصل الكرة ناحية حكيمي، يرفع في القائمة الثاني. من يتابع، خطيرة. ينصري مرة أخرى. التموضع لم يكن جيد، التموضع لم يكن جيد. حذاري من التسديد. تورغان ازار يبحث عن المرور مع ايدين، يبحث عن المرور. يا المحمدي، يا المحمدي، برافو. امام البديل ميرتنس، ميرتنس سدد، لكن موجود الاسد منير المحمدي يتعمق بهذه الصوره، بهذه هنا ناحيه اللاعب مونيه العرضيه خطيره. طلع الكره ميمورج، ما يسددش. المحمدي والصافرة تأتي من المكسيكي. هذه الصورة كرة باتشوياي، حط الكرة بعد ذلك. بوفال جميل. بوفال مرة الكرة للصابيري، أول لمسة إمكانية تسديد شوط. يا أناحي. إذا تلعب الجانبية، تترك مباشرة إلى ضربة. معناه أن وليد الركراكي يقول لك أنا سألعب على الهجوم. ممكن هنا الكرة، حذاري من دي بروين. تلعب ديال الضربة الحرة. يلا يا وصود، ضربة حرة جانبية، 6 لاعبين مغاربة. صابري، طال الصبر، طال الصبر يا عمري، طال الصبر يا عمري. سجدة للمولى تعالى، سجدة للمولى تعالى. الصبر تهتز الشباك البلجيكية، يتكسر جبال
البداية بوخلال، برافو بوخلال، ضربة حرة مباشرة للمغرب في كأس العالم. مشاهدينا الكرام، ثاني هدف من ضربة حرة مباشرة إن شاء الله تعدي على خير. هذه كرة بالراس، هذه كرة بالراس وصلت بعد ذلك ناحية لاعب دي برويني، خطيرة، مرت سلامات الكرة الماضية. وهنا لدينا دور على الجهة اليسرى، محاولة المرور، من يغطي؟ نايف، برافو، يرجع مرابط، برافو، نصفق لك يا مرابط. جواد اليميق، في خطأ، في تدخل واضح، واعتقد هذه فيها بطاقة ركنية مرفوعة لكرة بالراس، مرت دي برويني امامية، ومزراوي انت الاول، مزراوي، برافو مزراوي. القتالية هنا في الحفاظ على الكرة، فيها مرتدة، فيها نقلة، فيها تحضير، فيها استلام، فيها جول عالي جدا في هذا الشوط الثاني. والكرة توصل مرة أخرى العرضية بالراس، أمرابط حكم خلال الامتياز، حذاري من دي برويني، والإمكانية العرضية مولير، ماذا تنتظر؟ والكرة ترجع مرة أخرى لعناصر المنتخبية البلجيكي، هنا الأمامية في اتجاه لوكاكو، لكن طالت. حذاري من العرضيات، والإبعاد بهذا الشكل يحيى بالراس. لازال البلجيكيون يضغطون، راقب وضعيتك، طلع كرة عبد الرزاق، الانطلاق يا عبد الرزاق وحده، والركني وصل لميدان اماميه بالراس، بوخلال، عبد الرزاق لازال يحافظ على كرة ممتازة، يلا جول، كرة الخلاص، كرة الأمان، كرة الاطمئنان، الله أكبر، كرة الكاو، المغاربة يكتبون التاريخ، بوخلال فعلها، عبد الرزاق حمد الله مررها، يا له من منظر، هل أنا في حلم أم في علم؟ قولوا لي يا ناس، هل أنا في حلم أم في علم؟ هو علم، المغاربة يتعملقون، المغاربة يتألقون، المغاربة يسجلون.